المغرب تحتفل، ولكن بعض الاستديوهات التحليلية في دول أخرى عندهم عزاء وحزن للأسف. في كل مباراة يخرجون في تيشيرت المنتخب الخصم للمنتخب المغربي. لبس التيشيرت البرازيلي وخسر، لبس التيشيرت الكوري وخسر، لبس التيشيرت الأرجنتيني وخسر، كل المنتخبات. وبقت المغرب فوق السحاب مثل ما يقول لك اخواننا السعوديين. بيضطرون يوم يلبسون التيشيرت المغربي للأسف. الان يعني بيضطرون. الحل الوحيد انك تلبس التيشيرت المغربي حتى تحتفل مع المغاربه بهذا الانجاز. برامج رياضيه واستديوهات رياضيه تحتفل او تريد المنتخب الخصم ان يحقق انتصار على المنتخب المغربي. شوف، شاء من شاء وابى من ابى، الراية الحمراء المغربية هي من تسيدت المشهد في كأس العالم للشباب، وهذا الشيء واقع وحقيقة لأداء مشرف لمدرب نزيه يعلم تماما كيف يوظف اللاعبين. أبارك لهم صراحة، أبارك للاعبين، أقول ديو مغرب، وإن شاء الله تعالى أن هذا المنتخب بإذن الله تعالى سيكون له يعني راح يكون له مستقبل مشرق إن شاء الله. مع الكوكبة إن شاء الله، مع في المستقبل القريب إن شاء الله. طيب، المغرب تحتفل، ولكن بعض الاستديوهات التحليلية في دول أخرى عندهم عزاء وحزن للأسف. في كل مباراة يخرجون في تيشيرت المنتخب الخصم للمنتخب المغربي. لبس التيشيرت البرازيلي وخسر، لبس التيشيرت الكوري وخسر، لبس التيشيرت الأرجنتيني وخسر، كل المنتخبات. وبقت المغرب فوق السحاب مثل ما يقول لك اخواننا السعوديين. بيضطرون يوم يلبسون التيشيرت المغربي. بيضطرون. الان يعني بيضطرون. الحل الوحيد انك تلبس التيشيرت المغربي حتى تحتفل مع المغاربه بهذا الانجاز. برامج رياضيه واستديوهات رياضيه تحتفل او تريد المنتخب الخصم ان يحقق انتصار على المنتخب المغربي. شوف، شاء من شاء وابى من ابى، الراية الحمراء المغربية هي من تسيدت المشهد في كأس العالم للشباب، وهذا الشيء واقع وحقيقة لأداء مشرف لمدرب نزيه يعلم تماما كيف يوظف اللاعبين. أبارك لهم صراحة، أبارك للاعبين، أقول ديو مغرب، وإن شاء الله تعالى أن هذا المنتخب بإذن الله تعالى سيكون له يعني راح يكون له مستقبل مشرق إن شاء الله. مع الكوكبة إن شاء الله، مع في المستقبل القريب إن شاء الله.